أما هؤلاء فقد وفوا لله بما عاهدوه عليه وصدقوا الله ما وعدوه. لكن أين أنت أيتها الأمة منهم؟ أين أنت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين قادة الأمة وحكامها؟ أين جيوشها؟ أين أهل الغيرة منها؟ أين تجارها وأغنياؤها؟ أين رجال إعلامها؟ أين علماؤها وخطباؤها؟ أين دعاتها؟ أين صناع الحدث فيها؟ أين ساستها وقادة الرأي العام فيها؟ إن عليهم جميعا أن يقفوا وراء هؤلاء المجاهدين الأبطال، وأن ينصروهم، وأن يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل استمرار هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى الذي يجرف كل آلات التدمير والتخريب والتتبير الإسرائيلية. هذا الطوفان العظيم الذي أرسله الله على حين غرة وحين غفلة، فجاء إلى هؤلاء الأعداء من حيث لا يحتسبون، كان انتصارا لمقدسات الأمة كلها، وانتصارا لنسائها الحرائر اللواتي يعتدى عليهن في هذا المسجد المقدس المبارك، في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قبلتنا الأولى، وفي مكان معراجه إلى السماء. لا بد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تروا الله من أنفسكم خيرا، وأن تقفوا وراء هؤلاء المقاومين الذين استحقوا بالفعل قيادة الأمة، واستحقوا أن تكون الأمة وراء ظهورهم، فهم رأس الحربة فيها وهم حملة اللواء، فقد أظهروا ذلك على أرض الواقع، فلا يستطيع أحد منازعتهم في ذلك ولا منافستهم فيه. لكن لا بد أن تري الأمة ربها من أنفسها خيرا، وأن تقدم هذا الواجب عليها في هذا الوقت، ولا يمكن أن يقبل منها التأخر ولا التردد ولا الخذلان بحال من الأحوال. أخاطب هنا شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل صاحب غيرة على دينه في مشارق الأرض ومغاربها من العرب والعجم، من كل من صدق هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. عليكم جميعا إخواني وأخواتي أن تتحركوا، فقد فتح لكم الباب، هذا الباب الذي كان شبه مستحيل بالنسبة إليكم ها هو فتح، فانطلقوا وادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.